خلال الفترة الأخيرة ام جي فاجأتنا بعربية جديدة مميزة بالتصميم الجديد اللي بترتديه الآن كل النسخ الفيس ليفت لكل موديلات ام جي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي وفي الفيديو ده هعرفك على ام جي 1. ام جي 1 عربية بتصنف كومباكت كروس اوفر مدمجة، والعربية متوفرة في مصر بفئتين اسعارهم الرسمية في الوقت الحالي 1.380.000 جنيه و1.480.000 جنيه، وتقدر تشوف الاسعار دي محدثة من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. بتتميز ام جي 1 بتصميم خارجي خلاب ومبتكر بشبك الواجهة الأمامية المميز ومصابيح LED مزودة بتقنية 3 بار ليد، بالاضافة لاطارات سبورت بالمقاسين 18 و19 بوصة. وتم تصميم الهيكل بالديناميكية الهوائية لتعزيز كفاءة البنزين وتحسين تجربة القيادة. التصميم الخارجي الام جي 1 بيعبر عن جاذبيتها الشبابية الرياضية المتمثلة في لونين للعربية وجناح خلفي بيدي للعربية مظهر قوي وصلب. التصميم الداخلي للعربية مميز بخامات من الجلد والبلاستيك والألمونيوم اللي جودة تقفيلهم جيدة جدا. العربية تصميمها بيوحي لك ان كل حاجة حواليك وتحت ايدك، بداية من الشاشة الرئيسية مقاس 12.3 بوصة اللي لافة في اتجاهك وبتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، والكونسول اللي تصميمه منظم وبيوفر لك 3 مساحات تخزين مختلفة وازرار التحكم الرئيسية، وعندك شاشة عدادات 7 بوصة بتقدم لك كل المعلومات الخاصة بالقيادة. وبيعيب الشاشة دي ان التباين بتاعها في الشمس صعب شويتين. كمان عندك شاشة صغيرة للتحكم في الانوار وظبط المرايات الجانبية والتحكم في البلوتوث وبعض الاوامر الاخرى، وكمان الشاشة الصغيرة دي ما بتقدملكش العملية الكافية زي الازرار. العربية بتقدم لك تجهيزات مختلفة وكتيرة، منهم تشغيل المحرك عن بعد والكاميرات ال 360 ودخول وتشغيل بدون مفتاح وعجل القيادة متعددة الوظائف وكراسي جلد مميزة بلونين وكرسي كهرباء للسائق، اما كرسي الراكب لا، بالاضافة لجودة الخامات والتقفيل. مساحات الركوب في العربية، المساحة الأمامية تاخد شخص مرتاح يكون وزنه 90 كيلو مثلا، مش هيكون متضايق، ولكن لو شخص مليان وعريض مش هيكون مرتاح قوي. والمساحة الخلفية مش كويسة قوي، تاخد شخصين بالغين ولو هم وزنهم كبير برضه مش هيرتاحوا في العربية. في المجمل كده مساحات الركوب في العربية مناسبة للشباب. مساحات الرؤية في العربية جيدة، الأوامر الأمامية مش هتضايقك، والمساحات الجانبية والخلفية جيدة ما فيهاش مشاكل. وكمان العربية بتتميز بفتحة سقف بانورامية عشان تساعد في دخول الضوء للمكسورة. مساحات تخزين في المكسورة كتيرة ومناسبة للعربية، ومساحة الشنطة الخلفية 336 لتر ودي مساحة ضيقة للعربية. وكمان الشنطة بتاعت العربية مش كهرباء، ودول نقطتين سلبيين في العربية. منظومة الحركة في العربية دي بتتوفر بموتور 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بيطلع قوة 181 حصان وعزم 285 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس CVT. والعربية بدفع أمامي العجلات. أرقام الأداء الرسمية من 0 ل 100 في 8.8 ثانية، والسرعة القصوى الرسمية 180 كيلومتر. أداء المحرك قوي واستجابته سريعة، مش مؤثر معاك على كافة السرعات وبيديك أداء ممتاز. واللي مزعله بقى الفتيس CVT. الفتيس ده المفروض كانوا يركبوا مكانه ديول كلاتش، كان هيخلي العربية دي في حتة تانية خالص، ولكن هم كان هدفهم إنه يوفروا، والتوفير ده جه على أداء العربية. الفتيس في العربية المفروض وظيفته تكون التوفير في استهلاك البنزين، ولكن متوسط استهلاك البنزين رسميا في العربية دي 8.8 لتر لكل 100 كيلومتر، انما الواقعي اكبر من كده. في العموم اقدر اقول لك منظومه الحركه في العربيه جيده جدا، ما فيهاش اي مشاكل عدا نقطه استهلاك البنزين اللي مش مظبوطه دي. نظام التعليق في العربيه متوازن ما بين الراحه والثبات، ولكنه مايل للراحه سنه صغيره. العربيه بتمتص النقر المطبات بشكل ممتاز على السرعات العاليه والمنخفضه، وثبات العربيه جيد جدا، والعربيه فيها بادر رول حاجه بسيطه. اجمالا في نظام التعليق فهو جيد جدا. العزل في العربيه جيد جدا، مش هتسمع صوت الهواء غير على السرعات العاليه، والعزل بتاع المحرك والعفشه ممتازين. تكييف العربيه ممتاز، بيبرد المكسوره بشكل كويس، وكمان تقدر تشغل العربيه عن بعد علشان تخليها تبرد على ما تركب. نيجي بقى لباقي تجهيزات الامان. العربيه دي مميزه جدا في نقطه انظمه الامان، بتقدم لك في الفئه الاعلى تجهيزا 8 اير باج، وABS نظام منع انغلاق الفرامل، وABD نظام توزيع قوه الفرامل على العجلات، وESP نظام الثبات الالكتروني، وهيل هولد كنترول نظام مساعده طلوع العربيه على المطالع، وتراكشن كنترول نظام توزيع قوه المحرك على العجلات، وTPMS نظام مراقبه ضغط الاطارات، وبريك ديسك وايبنج نظام تجفيف لحظي للفرامل لو هي فيها ميه او مبلوله، وبلايند سبوت اسيست نظام مراقبه النقط العاميه، وكورنرنج بريك كنترول نظام توزيع قوه الفرامله على العجلات اثناء الملفات. ام جي 1 عربيه بتقدم لك تصميم رياضي وعصري وشبابي، بتقدم لك المزيد من التكنولوجيا المتطوره والتجهيزات الكتير، ومنظومه حركه نشطه وفعاله بشكل رائع، بالاضافه لنظام التعليق المتوازن والعزل الصوتي الممتاز مع التكييف القوي اللي بيبرد المقصوره بشكل فعال، وانظمه الامان الاساسيه والمتطوره اللي انت محتاجها. العربيه متوجهه للشباب والخروجات والسفر للافراد الخفيفه،
وبتقدم لك مساحات ركوب مش كبيره ومساحات تخزين على قد استخدامك. وفي الختام شكرا ليك على المتابعه، اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تتابعني على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات في الوصف. كمان ما تنساش تسيب لي رايك عن العربيه في التعليقات، وكمان لو في عربيه عايزني اراجعها سيب لي اسمها في تعليق. مع السلامه.